السلام عليكم، ازيكم يا جماعه. انا عبد الله حمدان، ودي الحلقه التانيه من حلقات فرونت اند سيستم ديزاين بالعربي. في الحلقه دي هنتكلم على حاجه مختلفه، هنتكلم اكتر على هو ايه الفروقات بين الفرونت اند سيستم ديزاين والباك اند سيستم ديزاين. عاده المعروف اكتر او اللي دايما مرتبط بكلمه سيستم ديزاين او سيستم ديزاين انترفيوز بتبقى اكتر الباك اند سيستم ديزاين انترفيوز. فبتلاقي ان اكتر حاجه مشهوره من ناحيه سيستم ديزاين هو الباك اند. الريسورسز عامه او استخدام الترم بتاع سيستم ديزاين مع فرونت اند هو يعتبر حاجة مستحدثة أو حاجة جديدة، ولكن الأساس أو اللي كان بيستخدم في الأول هو الباك اند سيستم ديزاين. ولكن لو جينا بصينا من ناحية راديو فريم ورك، أو لو افتكرنا الفريم ورك اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الأولى، هتلاقي إن إحنا قلنا إحنا عندنا requirement gathering أو requirement exploration. اتكلمنا على إن إحنا في الفرونت اند سيستم ديزاين محتاج نعمل، أو في الفريم ورك بتاعنا محتاج تعمل architecture وهاي ليفل ديزاين، داتا موديلنج والكور انتيتيز، انترفيس اوبتمايزيشن اند ديب دايف وهكذا. وبتلاقي ان الراديو فريم ورك ده لو جينا فكرنا فيه هنلاقي ان هو لا هو ابليكابل سواء انت بتتكلم على فرونت اند سيستم ديزاين او بتتكلم على باك اند سيستم ديزاين. ولكن بيظهر الاختلافات اكتر بين هو كل واحد فيهم الاريا او الستيب دي بتعمل فيها ايه، وكمان الكومبوننتس والحاجات اللي انفولد في الستيب دي. طيب لو جينا بصينا على الاختلافات والتشابهات اللي بين الفرونت اند سيستم ديزاين والباك اند سيستم ديزاين، زي ما كنا بنقول هنلاقي ان هما الاثنين بيعدوا على تقريبا او ينفع نطبق عليهم نفس الفريم ورك بتاع الراديو فريم ورك، ولكن الكومبوننتس مختلفه. فمثلا لو جينا بصينا على الباك اند هنا هتلاقي ان الكومبوننتس عندنا ويب سيرفرز، اي بي اي، لود بالانسرز، كاشز، مايكرو سيرفيسز، مسج كيو وهكذا. فتلاقي ان اكتر الكومبوننتس اللي مستخدمه او اكتر الارياز اللي احنا بنحاول نفوكس عليها من ناحيه باك اند سيستم ديزاين هي ارياز ليها علاقه بالسيرفر سايد، وده منطقي. فالناحيه التانيه هتلاقي ان لا هو الفرونت اند فوكس اكتر على الكلاينت سايد من السيستم. فتلاقي ان احنا بصينا على الريندرنج باترنز، بصينا على اكسسبيليتي، الداتا فيتشنج عامل ازاي. طب هاو وي كان مانج الستيت في فرونت اند. الستيت هنا مش مقصود بيها الداتا بيز ستيت على قد ما هو الابلكيشن ستيت. لو انا مثلا بتكلم على ابلكيشن الراجل بيحتاج يدخل شويه داتا ويعمل مثلا فورمز وهكذا، الداتا دي موجوده في فرونت اند، وبالتالي فرونت اند مسؤول على مانج الستيت دي قبل ما يبعتها الباك اند او قبل ما يبرزتها في الداتا بيز وهكذا. تلاقي بيتكلم على بيرفورمانس كومبوننتس وهكذا. فتلاقي ان اوكي هو الاثنين شبه بعض، الاثنين زي ما قلنا بنطبق عليهم راديو فريم ورك او يطبق عليهم نفس الستبس من ناحيه التفكير في السيستم، ولكن ال كل ستيب بتختلف، او كل كومبوننتس والحاجات اللي مرتبطه بيها بتختلف من الفرونت اند سيستم ديزاين على الباك اند سيستم ديزاين. فلو جينا بصينا وخدنا اكزامبل مثلا على حاجه زي، لو اتسالنا مع سؤال له علاقه بيه تعالى نديزاين فيسبوك نيوز فيد، تعال نطبق الكلام ده من ناحيه فرونت اند سيستم ديزاين والكلام ده من ناحيه باك اند سيستم ديزاين. اول حاجه هنبص عليها لو احنا بنتكلم من ناحيه باك اند سيستم ديزاين، هنلاقي ان احنا بنتكلم الاول على اوكي طب تعالى نديزاين الداتابيز سكيما. هنديزاين داتابيز سكيما بشكل عامل ازاي؟ طب الكاباسيتي استيميشن، وازاي وكان كالكوليت اللود اللي هيبقى على الباك اند سايد من السيستم. طب ازاي السيرفيس دي يحصل لها سكيلينج؟ طب ازاي نقدر نجنريت الفيدز بشكل يبقى سكيلبل وسهل ان انا اتريف الفيد دي، او البوستس اللي الراجل بيكتبها، او كل الانفورميشنز اللي علاقه بالراجل، بحيث ان لو مثلا محتاج في الصفحه الرئيسيه الهوم بيج، لو محتاج مثلا اجيب كل البوستس اللي الراجل ده نشرها وهكذا. اكتر ناحيه هاو وي كان مانج الباك اند سايد، او هاو تو مانج البروبلم زي فيسبوك نيوز فيد من ناحيه الباك اند سايد. الناحيه التانيه برضو البوستس باي يوزرز، طب هل ازاي هتعامل مع البوستس اللي بيكتبها يوزر عادي بنفس الطريقه اللي بيتعامل معاها مع مثلا حد عنده 100,000 فولور مع الناس السيلبرتيز، ولا لا التعامل واختلاف في الداتابيز واختلاف في الستورنج و suggesting حتى المعلومات دي والالجوريثم بتاع السجشنز هتبقى عامله ازاي في الاختلاف. فتلاقي تاني يعني تاكيد على الكلام، الباك اند سايد من الموضوع فوكس اكتر على ازاي السيرفر وازاي اللود بالانسرز وازاي همانج الباك اند سايد من الموضوع، وهتلاقي دي الارياز الاكتر اللي احنا فوكس عليها. الناحيه التانيه لو بصينا على الفرونت سيستم ديزاين على نفس البروبلم، هتلاقي لا احنا مهتمين. طب اوكي دلوقتي احنا عندنا فيسبوك نيوز فيد دي، ممكن الراجل يكون عنده 100,000 بوست، عنده 10,000 بوست. طب ازاي همانج الباجينيشن بتاعته؟ طب هل هعمل باجينيشن ده لود مور، هعمل باجينيشن دوت انفينيت سكرول، هعمل باجينيشن بطريقه عامله ازاي؟ طب اوكي ازاي همانج الانتراكشنز والبوسس، وازاي الراجل بينتراكت مع السيستم او البوسس اللي عندنا؟ طب لو راجل بيكريت بوست جديد ازاي هستور الداتا دي، وازاي اخلي الداتا دي معايا لغايه ما بريزست في الداتابيز او لغايه ما اكلم داتابيز؟ طب بتعامل ازاي مع الكاشنج؟ طب بتعامل ازاي مع الاكسسبيليتي والكيبورد
يعني جestures والحاجات اللي الراجل ممكن يبقى بيكتبها. فتلاقي فوكس اكتر برضو على هو ازاي الفرونت اند سيستم وازاي الانتراكشنز اللي الراجل بيشوفها جوه الفرونت اند بيج بتختلف لحد ما تروح للباك اند سيستم. فتلاقي ان الاتنين مع بعض بيحاولوا يفوكس على سيستم اوفرول، ولكن الارياز بين الاتنين مختلفة. ولكن ستيل انت هتحتاج تبقى عندك الرابطة بين التو سيستمز. فستيل الفرونت اند سيستم ديزاين بينتراكت مع الباك اند سيستم ديزاين في حته الكونكشن. طب احنا ازاي احنا الاثنين هنديفاين الانترفيس اللي بيننا؟ طب احنا الداتا بتاعتنا مثلا ريل تايم داتا، ازاي اتاكد ان الداتا دي من ناحيه فرونت اند سيستم ديزاين ومن ناحيه باك اند سيستم ديزاين الاثنين فانكشننج بشكل صح، والاثنين هم اوبتبل للتو سيستم بشكل كبير مع بعض. طيب هرجع خطوه تانية او اتكلم عن حاجه تانية، وهو اهميه ان انت تبقى محتاج تفهم السايد التاني. فدايما في كود كده كنت بحبها، ان انت كل ما تفهم اكتر من السايد التاني كل ما انت بتبقى انجينير احسن، وكل ما الديسيجنز اللي انت بتاخدها بتبقى ديسيجنز هي كمان احسن. فزي ما احنا قلنا احنا محدش فينا بيشتغل لوحده، مفيش حد فرونت اند بيبقى خلاص انا هبيلد الفرونت اند سيستم بتاعي بالشكل اللي انا شايفه صح من غير ما ابقى افكر هو ازاي الباك اند بيشتغل. وكل ما تفهم اكتر انت كفرونت انجينير هو الباك اند سايد في ايه وازاي الباك اند بياخد الديسيجنز بتاعته، مش محتاج تنزل للليفلز بتاعت ان تفهم الباك اند انجينير بيعمل الحاجات دي ازاي وايه الكاشنج استراتيجي اللي هيستخدمها. ولكن كل ما تفهم اكتر كل ما تبقى قادر تاخد قرار بيفت او بيبقى احسن للسيستم كله على بعضه، احسن ما تبقى بتوبتمايز لفرونت اند او احسن من الباك اند بيوبتمايز بس للباك اند. فكل ما بتعرف انت كسايد بتعرف عن السايد التاني كل ما بيبقى الديسيشن ميكنج بتاعك او اتخاذ القرار في حاجه معينه في السيستم بيبقى مناسب. والحته التانيه زي ما كنا بنتكلم ان كده كده في انتراكشن، كده كده انت كفرونت اند هتحتاج تنتراكت مع باك اند وتاخد معاه قرار وتسمع لافكاره وتشوف هو ليه بيوبتمايز مثلا الحته دي، ليه مثلا مش عايز يستخدم ويب سوكيتس وكان بيسجست مثلا تستخدم سيرفر سند ايفنتس. هنشوف الكلام ده قدام. ولكن في الاخر احنا محتاجين احنا الاثنين عندنا المينيمم نولج اللي تخليني اقدر اسمع رايك وتقدر تسمع رايي ونقدر بيز على الكلام ده ناخد قرار مناسب. وبالحته دي برضو حته شويه يعني ايه فلسفيه ولكن هي مهمه. هو يعني ده كان جزء مكتوب في الستاف انجينير باث بوك، وهو كتاب بيتكلم على يعني ازاي بقى انت كستاف انجينير تقدر تتعامل مع الاورجنايزيشن وتقدر تاخد قرارات صح. فتلاقي ان دايما كنا بنتكلم على اللوكال ماكسيمم فيرسس الجلوبال ماكسيمم. اللوكال ماكسيمم هو حد بيحاول اوبتمايز السكوب بتاعه. فتعالى نتخيل كده ان انت كتيم السكوب بتاعك يعني على التيم سكوب مثلا كفرونت اند تيم عندنا سوليوشنز او عندنا بروبلم ممكن يبقى ليها كذا سوليوشن. في فرق بين ان التيم يختار مثلا سوليوشن نمبر A وده احسن حاجه للتيم فده بيماكسمايز الفاليو بتاعت التيم، ولكن هو مش بيماكسمايز الفاليو بتاعت الاورج على بعضها او التيمز كلها على بعضها او الفيتشر كلها على بعضها او السكواد كله على بعضه. وبالتالي هتلاقي دايما في يعتبر نزاع بين هو انت محتاج تاخد قرار بيوبتمايز للتيم بتاعك بس في نفس الوقت هو بيوبتمايز للاورجنايزيشن او بيوبتمايز للسوليوشن اوفرول. فهتلاقي ان دايما حاول توبتمايز فور الجلوبال ماكسيمم حتى لو كان الفرونت اند سوليوشن مش اوبتيمال مش اكتر حاجه اوبتيمال للفرونت اند، ولكن اوفرول الديزاين او الاركتكتشر بتاع الفيتشر فرونت اند مع باك اند هو ده الاوبتيمال حاجه. فبرضو كل ما بتعرف اكتر على السايد التاني كل ما ممكن تتقبل الكومبرومايز من ناحيه السايد بتاعك سواء انت كنت فرونت اند او باك اند، وبالتالي تطلع بسوليوشن او بوتيشن احسن من انك لا انا باصص على ناحيه فرونت اند وانا شايف ان انت محتاج ترجع الاي بي اي بالشكل الفلاني لان ده اكتر طريقه مناسبه بالنسبه لي. بس هل الطريقه المناسبه دي سكيلبل وهتخلي مثلا الاند بوينت دي ينفع بتاع الفرونت اند يستخدمها وينفع بتاع الاي او اس يستخدمها وينفع بتاع اندرويد يستخدمها وهكذا. فبرضو من الحاجات المهمه والفيصليه في السيستم ديزاين هو انك تبقى بتسمع الاوبشنز المختلفه. واحنا قلنا اصلا في الاخر ان سيستم ديزاين هو قايم على ان احنا بنشوف باترنز مختلفه، بنحاول نشوف الباترنز المختلفه دي كل واحد فيهم ليه بروز وكونز، كل واحد ليه مميزات وعيوب بتظهر في اوقات معينه. وبالتالي مميزات وعيوب مش بس بين الفرونت اند كومبوننتس وبعضها ولكن كمان بين الفرونت اند مع باك اند، بين الفرونت اند واي ثيرد بارتي تاني. ممكن تلاقي نفسك في ثيرد بارتي هتحتاج تنزلها تاخد منك 5 دقايق في التنزيل، ولكن المينتنس بتاعها صعب، ولكن كل شويه فيها سكيورتي بريتشز وتحتاج تبدا تعملها ابديت. فهي سهله ليك دلوقتي كديفلوبر انك تعرف تنستول وتظبطها، ولكن قدام هي هتبقى بزعلك. قدام هتضطر من التيم كله على بعضه وتاخد مينتنس وتاخد اوفر هيد ويبقى ليها اوفر هيد اكبر بكتير،
وبالتالي انت كده اخترت حاجه بتماكسمايز اللوكال ماكسيمم، ولكن ما اخترتش حاجه تماكسمايز الجلوبال ماكسيمم. دي من الحاجات اللي مهمه جدا واحنا بنتكلم على فرونت اند سيستم ديزاين او سيستم ديزاين ان جنرال، انك تحاول تبقى بتسمع اكتر وتحاول تفهم اكتر عن السايد التاني بطريقه تخليك تاخد قرار احسن، سواء بقى الكلام ده كان فرونت اند وباك اند، او بين السكواد بتاعك او البيج بتاعتك وبيج تانية، سواء بين الفرونت اند وبعضهم او فرونت اند وباك اند. بس كده، ده كان ملخص سريع على الفرق بين الفرونت اند والباك اند سيستم ديزاين. اتمنى يكون مفيد. اشوفكم على خير المره الجايه. السلام عليكم.